شكرا للزميل العزيز مؤمن ابو غفار لتعليق الاحداث الشوط الثاني من هذه المباراه. المقاولون يتفوق على نصر التعدين هدفين مقابل لا شيء. الهدف الاول جاء عن طريق محمد فاروق من ركله جزاء في الدقيقه السابعه من عمر هذه المباراه، ثم اضاف بعد ذلك محمد ناي جدو البديل في الدقيقه السابعه والثمانين الهدف الثاني، وثلاث نقاط مهمه لفريق المقاولون في مشوار الدوري المصري الممتاز. نذهب سريعا مع الزميل العزيز وليد فرج مع الكابتن محمد عادل المشرف على الكره في فريق نادي المقاولون العرب. تحياتي ليك مرة ثانية يا زميل عزيز تامر صقر نجوم التحليل في استاد النيل. 3 نقاط مهمة للمقاولون العرب يصعد بهم إلى المركز الثامن من المركز السادس عشر، لكن الأداء غير مرضي لفريق المقاولون العرب في مباراة اليوم. المهندس محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، باشمهندس برحب بيك. 3 نقاط أكيد مهمة، فوز الفريق كان محتاجه، وصلتوا المركز الثامن، لكن الاداء مش هو الاداء في مباراه طلائع الجيش اللي كان المقاولون افضل فيها بشكل كبير. ما هو الحقيقه الاداء كان كويس في طلائع الجيش والاتحاد السكندري وخسرنا. الاداء فعلا الولاد النهارده كان عندهم في ضغط نفسي لانهم يلعبوا كره حلوه وبيخسروا، فكان الضغط ده يمكن هو اللي اثر شويه عليهم، فلما حاولوا يحافظوا على النتيجه باي وضع دون النظر للاداء نفسه. النهارده الفوز هيدي ثقه اكتر لفريق المقاولون في المباريات القادمه، خاصه مباراه الشرقيه المباراه القادمه. لما نكرر اسمائها كلها فرقه كويسه ان شاء الله باذن الله، كل ماتش هيزيدوا هيتفرجوا على اداء احسن وتقدم مستمر ان شاء الله. في كلام الفتره الاخيره يا باشمهندس عن موضوع مستحقات اللاعبين، وهل تم فعلا حصول اللاعبين على كل مستحقاتهم؟ طب انا بقول على الهوا هو اي نادي تاني يقول لي فين مستحقات لاعبينه وانا فين؟ انا لحد اخر شهر صرف مستحقات لاعبين. يعني كل الامور تمام؟ اكيد ما فيش شك طبعا، ولا ما كنت تشوف الاداء والروح يعني اللي انت شفته النهارده بتعلق على الاداء، خوف اللعيبه وحرصها انها تاخد 3 بونت مش اكتر من كده. طموح المقاولين السنه دي في الدوري، ويمكن حضرتك متمسك طبعا بالكابتن محمد عوده وعامل شغل كويس جدا مع الفريق. طموح الفريق هذا الموسم في الدوري يا باشمهندس؟ احنا طموحنا ان شاء الله نحاول ننفذ على المراكز الاولى المربع الذهبي، لكن لسه بدري، ربنا يسهل ان شاء الله وربنا يوفقنا، لكن ده طموحنا وده تخطيطنا ودي مجموعه اللعيبه اللي انا جايبها عشان تعمل كده. الف مبروك يا باشمهندس. شكرا ليك شكرا ليك شكرا ليك. زميل عزيز تامر صقر، يمكن بعد قليل هيكون معنا الكابتن محمد فاروق صاحب الهدف الاول وصانع الهدف الثاني في لقاء اليوم. ايضا الكابتن محمد عوده المدير الفني للفريق هنحاول يكون معنا. يمكن محمد فاروق لاعب في ما زال ايضا الاعتراضات موجوده من فريق اسوان، من فريق النصر التعدين عفوا، اعترضوا على حكم اللقاء، يمكن اكثر من مره بيطالبوا بركلات جزاء. يمكن ايضا احمد علي موجود، يمكن الكابتن او المهندس محمد عادل بيصافح احمد علي وبيبارك له على الفوز في هذا اللقاء. احمد علي احد نجوم فريق المقاولون العرب. احمد، يمكن بقول لك الف مبروك يا ابو حميد، 3 نقاط مهمه وفوز مهم النهارده. طبعا بنحمد ربنا والحمد لله، يا رب ما يكونش جاي برجلي بس. الحمد لله طبعا فوز مهم جدا. الفتره اللي فاتت عملنا اداء جيد جدا، كنا بنبقى بنعمل عملنا ماتشات جامده وما كانش فيه توفيق. ماتش الاتحاد ومباراه الجيش كنتوا عاملين اداء افضل من النهارده بكتير. بالظبط، كنا احسن من كده، كنا عاملين ماتش جامد، لكن ما كانش فيه توفيق خالص، الكره ما كانتش راضيه تخش الجون. لكن النهارده الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نجيب 3 بونت مهمين، وان شاء الله عندنا يعني زي ما انت شايف عندنا لعيبه جامده جدا، عندنا لعيبه ناس كتير جاهزه. يمكن النهارده الدكه كان عليها جدو ومحمد فضل وكريم مصطفى، لاعبين مميزين بجد. طبعا مفيش عندنا لعيب اساسي ومفيش لعيب احتياطي، كلنا بنشارك. الكابتن عوده بيعمل كل ماتش على حسب ظروف الماتش، ممكن انا الماتش ده بلعب، ممكن الماتش الجاي ما العبش، فما عندناش لعيب اساسي ولعيب احتياطي، كل اللعيبه بتشارك وكل اللعيبه لعيبه كبيره وكلنا بنخدم فريق نادي المقاولين. يعني انت صاحب ضربه الجزاء ومتسبب في ركله الجزاء. الناس بتوع نصر التعدين كانوا بيعترضوا على ضربه الجزاء، الجهاز الفني. لا، هي الكوره كنت انا في مواجهه الجون والمدافع انا وقفت قدامه، هو جه ما قدرش يسيطر على نفسه فدفعني برجله من تحت، فهي ضربه جزاء. حتى المدافع يقول لهم يعني المدافع دفعني ضربه جزاء 100%. يعني في تلامس، اكيد في تلامس قوي جدا كمان، لان انا ممكن انا تقل. في ناس كانوا قاعدين ورا قالوا ده احمد علي استاذ يعني بياخد ضربات جزاء. لا ضربه جزاء 100%. هتشوفها في الاعاده اكيد او في لا ضربه جزاء 100% يعني.
الف مبروك يا ابو حميد وبالتوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك، شكرا. زميلي العزيز تامر صقر، يمكن معنا الكابتن محمد فاروق نجم فريق المقاولون العرب، ويمكن هو صاحب الهدف الاول من ركله الجزاء وصانع الهدف الثاني في مباراه اليوم، واكيد هو كان ايضا احد العوامل المؤثره في فوز الفريق في المباراه السابقه امام او قبل السابقه امام فريق الانتاج. كابتن فاروق بقول لك الف مبروك، بصمات قطعه مع الفريق في الفوزين اللي حققته. الحمد لله ربنا اكرمنا النهارده بالمكسب، كنا محتاجين 3 بونت، قدرنا ان احنا نلعب من اول دقيقه على المكسب. اللعيبه كلها رجاله النهارده مركزين، في تعليمات من الكابتن عوده النهارده ما فيش حل تاني غير ان احنا نكسب ناخد ال3 بونت، كنا محتاجينهم عشان نفرق طبعا عن ترتيبنا. مش ده وضع نادي المقاولين ولا ده المركز اللي ليه بنادي المقاولين. ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه نركز اكتر ونلعب ان شاء الله باذن الله على المراكز المتقدمه ان شاء الله. اكيد الفوز دافع قوي لتحقيق مزيد من الانتصارات. اكيد طبعا مكسب بيجيب مكسب زي ما انت حضرتك عارف، فان شاء الله باذن الله عندنا ماتش جاي، ماتش فرقه الشرقيه، فرقه محترمه لسه طالعه، هنقدر ان احنا نشوف المميزات اللي عندهم ونلعب عليها ان شاء الله باذن الله نقدر نحقق المكسب ان شاء الله. الف مبروك كابتن فاروق. الله يبارك فيك يا كابتن حبيبي. زميلي العزيز تامر صقر، دي كانت لقاءاتنا عقب مباراه المقاولون العرب والنصر للتعدين. الف مبروك فوز المقاولون العرب. الان عوده سريعه للتحليل واستاد النيل.